السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم برمجين عاملين ايه؟ أنا يوسف صبري وأهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة يوسف كودز. تعرف لعبة طوبة ولا مقص؟ طوبة ولا مقص تاني، طوبة ولا مقص. طيب يا صديقي، هل فكرت بقى تعمل لعبة طوبة ولا مقص دي على الكمبيوتر وبايثون؟ فده بقى موضوع الفيديو بتاعنا النهارده، فجهز بقى معانا فيجوال ستوديو كود بتاعك ومهاراتك الخارقة في البايثون ويلا بينا. طيب يا شباب، ده الكود بتاعنا وهنا عملنا الفايل بتاعنا وكده، فيلا بينا نشرح الكود. طيب اول حاجه هنعمل ايه؟ هنعمل امبورت راندوم. ليه؟ ده الراندوم اللي هي هنستخدمها يعني. بس بعدها هنبرنت بقى لليوزر اللي قدامنا، هنقول له ويلكم تو لوك بيبر سكيسلز اللي هي يعني طوبة ومقص بس جيم. وبعدها اوبشنز، هنعمل فاريبل نسميه اوبشنز، هنحط فيه لوك وبيبر وسكيلز اللي هي المقص يعني. بس وهنحط بقى القوسين دول لازم، وهنحط جوه كل اوبشن دي، وبين الفاصل ما بين كل اوبشن هنحط ايه؟ هنحط الكوما دي. تمام. طيب بعدها هنستخدم وايل ترو، وهنعمل فاريبل تاني نسميه يوزر تشويس، هنقول له بقى اختار بين ايه، هنعمل له انبوت ونقول له اختار بين الطوبه والمقص، او اكتب كوايت اللي هي عشان يخرج يعني، عشان تخرج. حلو. دوت لور، ليه دوت لور؟ قلناها الفيديو اللي فات، كنت اقول السيشن اللي فات، قلناها الفيديو اللي فات ان احنا بنكتب لور عشان ايه؟ ينزل كل دول لايه؟ للسمول بتاعهم، عشان لو واحد مثلا كتب بيبل بي تقيلة بعدها ايه برضه تقيلة بعدها بي خفيفة بعدها ايه مش عارف وهكذا يعني، بس ينزلهم كلهم للسمول. تمام. طيب بعدها بقى هنكتب اف لو اليوزر تشويس ده اختار كوايت، هيبعت له رسالة اللي هو شكرا للعب بتاعك، وده غالبا مش هيعملها في البداية يعني. وبريك دي اللي هي بتكسر اف دي كده، اف خلاص دي اف دي مش هتشتغل تاني. تمام. طيب بعدها بقى يوزر تشويس، لو يوزر تشويس ده اللي هو الفاريبل ده ما كانش في الاوبشنز اصلا، يعني ما كتبش لا روك ولا بيبل ولا سيكلز ولا كوايت، كتب مثلا اي حاجه، كتب جوافه، فايه؟ فهيكتب له برنت انفيرت تشويس تراي اجين، اللي هو الاختيار اللي انت اخترته ده مش في الاختيارات، فجرب تاني. بس وبعدها كونتينيو ليه؟ عشان عاملين وايل لوب هنا، فبالتالي ايه؟ هيطبع له الرساله دي تاني، وهيقول له اكتبها تاني بقى، اختار اختيار عدل من الاخر. بس كمبيوتر تشويس بقى دي اهم حته. كمبيوتر تشويس راندم دي اللي احنا استدعيناها فوق، عملنا امبورت ليها. طيب هنكتب راندم نوت دوت تشويس اوبشنز. ليه؟ ده كده الكمبيوتر يختار واحد من الاوبشنز اللي احنا حطيناها هنا دول، اللي هو يا الطوبه يا الورقه يا المقص. تمام. بس بعدها هنكتب له ايه؟ برنت اف. احنا قلنا ليه كتبنا اف دي؟ عشان اف دي بتخلينا نكتب نقدر ان احنا نكتب فاريبل، عشان الفاريبل ده لسه مش عارفينه فما نقدرش نكتبه دلوقتي. فايه؟ فكمبيوتر تشويس ده اللي هو ايه؟ ده الفاريبل اللي هيختاره الكمبيوتر، فاحنا بنكتب اف دي عشان يقدر يطبعه له هنا. فاهم؟ طيب بعدها بقى كمبيوتر تشوز هيقول بقى الكمبيوتر اختار كذا، لو اليوزر تشويس اللي احنا اخترناه اللي احنا كتبناه كان بيساوي هو الكمبيوتر تشويس، هيكتب له اتس اتاي يعني تعادل. تمام. وهنا في ايموجي كده بينبهر يعني، فاهمين؟ بس غير كده بقى الاف اللي هو لو مش كده ولو كده اللي هو هيقول له بقى ايه؟ اليوزر تشويس، هنفتح قوس اهم حاجه ناس، اليوزر تشويس بتاعه لو كان روك اللي هو الطوبه والكمبيوتر تشويس كان مقص، او اليوزر تشويس كان بيبل ورقه والكمبيوتر تشويس كان طوبه، ولو اليوزر تشويس كان مقص والكمبيوتر تشويس كان ورقه، فبالتالي كل في الحالات دي احنا اللي كسبنا، فهيقول له ايه؟ يو وين ذس راوند. تمام. غير كده بقى معنى كده ان الكمبيوتر هو اللي كسب، ما طبيعي اكيد لسه مش هنكتب كل دول تاني وهنغير بقى دي دي الكمبيوتر ودي اليوزر، لا يعني عود نفسك انت لازم تختصر في الكود. فاهم؟ طيب فبعدها غير كده هتكتب ايه؟ الكمبيوتر هو اللي كسب. بس وهنا هنكتب له ايه؟ برنت الشرطه دي في 40 مره، يعني هيكتب له 40 شرطه يعني. بس فيلا بينا كده نجرب الكود. طيب هنا فعلا قال له ويلكم تو روك بيبر سيكلز جيم. تمام. بيقول له تشوز بقى روك او بيبر او سيكلز او تايب كوايت تو اكزيت. طيب هنكتب له مثلا روك، بس هيقول له الكمبيوتر اختار ايه؟ اختار ورقه. الكمبيوتر هو اللي كسب. ليه؟ عشان احنا اخترنا طوبه، هو اختار ورقه فهو اللي هيكسب. تمام. بس وعملنا هو ال 40 شرطه دي.
طيب بعدها بيقول لك ايه بقى، اختار تاني، نختار مثلا سيكولز سكارزولز، منطقة غلط. طيب بس هيقول له الكمبيوتر برضه اختار مقص، فبالتالي ايه كده تعادل. طيب نختار بيبل اخر واحدة. الكمبيوتر برضه اختار بيبل، سبحان الله. طيب بعدها نختار روك مثلا. الكمبيوتر هو فيه ايه، كل شوية الكمبيوتر يختار نفس اللي احنا مختارينه. نختار روك تاني. كده احنا كسبنا بقى اخيرا، كده احنا كسبنا. بس لو مش عايز تلعب تاني بقى هتقول له كوايت، معلش هتلخبط فيها، كوايت بس، وتدوس هيقول لك ثانكس فور بلاينج. وبس كده، وده كان المشروع بتاعنا. وبس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنساش بقى تعمل لايك بتاعك وتدوس على زر الاشتراك اللي تحت، ولو عندك اي فكره مشروع عايز نعملها الفتره اللي جايه اكتبها لي تحت في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنى سنه بس يا صديقي، تيجي نلعب مع بعض طوبه ولا مقص بعيد عن الفيديو كله؟ تعالى كده يلا. طيب العب معايا ماشي، يلا 1 2 3 طوبه ولا مقص. قولي بقى تحت في التعليقات كسبت ولا خسرت. طيب يا صديقي، هل فكرت بقى تعمل لعبة طوبة ولا مقص دي على الكمبيوتر ببايثون؟ فده بقى موضوع الفيديو بتاعنا النهارده. فيلا يا عم بصيت لك ليه انا.